بعد ليلة حب ودلع صحيت بيترا من النوم هي وحبيب القلب جيمس علشان تجري هي تلحق الحصة بتاعتها، ربنا يوفقها. أما جيمس فكمل أنتخى شوية لحد ما راح في النوم وصحي يدوب يلحق ميعاد حصته هو كمان. أول ما وصل لقى الأستاذ زمت مدرس الفلسفة قافش عليه لدرجة إنه دخله الحصة بالعافية، بما إن النهاردة هو اليوم الدراسي الأخير في السنة وعفى الله عما سلف. وبنشوف مستر زمت بيسأل الطلبة عن أكتر درس لفت انتباههم، فجيمس بيقول له نظرية القرود، واللي بتقول إنك لو اديت قرد آلة كاتبة ووقت طويل ممكن تتفاجئ بإنه بيكتب لك كتب كاملة. وطالب تاني في الدرس قال إن عجبته درس المشكلة الأخلاقية، واللي بيسأل عن اختيارك لشخص واحد ممكن قطر يدوس عليه من ضمن 4 أشخاص. واحد اتكلم عن قصة الراجل السمين اللي ممكن ينقذ الباقيين لو وقف قصاد القطر. أما الطالبة الكيوت جورجينا فاتكلمت عن درس تاني بيتكلم عن واحدة متشعلقة فوق مبنى عالي واصحابها واقفين يتفرجوا عليها، وكل واحد خايف يساعدها لحسن يقع هو كمان. ورغم ان القصة دي بتقول ان البنت هتعيش، لكن المشكلة تتعامل معاهم ازاي، وهل كان افضل انها تعرف ان اصحابها مش هيساعدوها ولا ما كانش كل ده حصل من الاول. بعد كل النقاشات اللذيذ والهري ده بيقرر مستر زيمت يديهم اخر تمرين، واللي هيتخيلوا فيه انهم بيواجهوا كارثة عالمية لها علاقة بالاشاعات. وساعتها هيئة الانقاذ هتوفر لهم مخبأ تحت الارض لمدة سنة كاملة. وبيبدأ زيمت يشرح الدرس وبيتعمق لدرجة إن الطلبة تخيلوا كل حاجة كأنها حقيقة، وكمان هو دخل معاهم في التخيل ده وهو بيقودهم في مخبأ تحت الأرض علشان يحميهم من الكارثة دي. صعوبة الموقف ده بقى زي ما زيمت بيقول لهم هو إن المعدات اللي في المخبأ يدوب تكفي 10 أشخاص بس، ودي مشكلة كبيرة لأن عدد الطلاب 20 طالب، وده معناه إن في ناس هيبقى مسموح لهم يفضلوا وناس لأ. غير كده كمان مفيش وقت كمان للتفكير، يعني لازم القرار يتاخد بسرعة. جورجينيا أول واحدة علقت على القصة المرعبة دي وقالت إنها مش هتحب تشارك لأنها شايفة إن الموضوع ده ممكن يقفلك من الدنيا كلها، لكن زيمت بيقدر يقنعها تشترك معاهم. وبترا بقى خدت قرارها بدون تفكير وهي إنها مش هتحضر التمرين، وواضح إنها متأكدة إن زيمت مش هينقص درجاتها لأنها مجتهدة، لكنها بتكتشف إن زيمت صايع وعارف إزاي يمسكها من إيديها اللي بتوجعها لما بيقول لها إنه مش هيقلل درجاتها هي، لكن ممكن يقلل درجات حبيب القلب جيمس. علشان كده بتضطر يا حبة عيني تكمل الحصة الرذيلة دي. وبيبدأ التمرين بإن زيمت بيوزع على الطلاب بشكل عشوائي شوية كروت، كل كارت فيه وظيفة لكل طالب فيهم، وبيدي أول كارت لجيمس وبيروح يكح بعدها، وبيكمل توزيع الكروت وفي كل مرة بيكح برضه ومحدش فاهم ليه. بعدها بيفتح الطلاب الكروت واللي بيلاقي نفسه بقى كيميائي واللي بتلاقي نفسها رائدة فضاء، كل واحد وحظه في اللعبة. وبيبدأ توبي يتكلم عن إنه هيشارك في اللعبة كمؤلف أشعار، لكن يعني الواد مش بيلحق يكمل كلامه لأن زيمت بيضربه برصاصة تقضي عليه، وبيقول إن ده في مصلحته لأنهم مش هيسمحوا لشاعر يدخل معاهم المخبأ لأنه مش هيفيدهم في حاجة، وبكده فالموت بالرصاص أرحم بكتير من الموت بالإشعاعات. وبيكمل زيمت كلامه وبيقول إنه هيشارك معاهم بوظيفة مجهولة ومحدش هيعرفها غير في الوقت المناسب. بعدها بيبدأ كل طالب يتكلم عن وظيفته وعن الأسباب المقنعة من وجهة نظره واللي تخليه يستحق يدخل المخبأ. بعدها بيحصل تصويت على مين يدخل ومين يستنى، وهنا بيختاروا أصحاب الوظائف الحيوية للبشر زي بيترا اللي قايمة بدور مهندسة، وجيمس المزارع، وجورجينا الجراحة، وكمان شيبس الحداد، وجاك الكيميائي، وبوني الجندية، وأندي اللي طالع أسطى كهربائي، وكمان بوبي الطبيبة النفسية، وأومسايد السيناتور السياسية. أما بقى الطلاب اللي اتقلشوا فأولهم فيفيان المتخصصة في عالم الحيوانات، وبترس مصممة الأزياء، وباركر بتاع الآيس كريم، وكافي مسؤول المبيعات العقارية، وكمان راسل الموسيقي، وبلام المستثمرة، ونيلسون الهاوس كيبر الغلبان، ومنسي بتاعة المزادات، وكمان يوشيكو رائدة الفضاء. وبكده يتبقى مكان واحد فاضي، يا إما يختاروا فيه زيمت اللي محدش عارف له شغل لحد دلوقتي، أو أوتامي مغنية الأوبرا. طبعا أول حاجة بتيجي في دماغ بعض الطلبة هو استبعاد أوتامي، لأن محدش هيبقى فيه دماغ يسمع أوبرا في كارثة زي دي. وبكده بيدخل زيمت اللعبة وبنقول باي باي لأوتامي، وبيبدأ الطلبة يتقسموا في خيالهم، وحتى في الحقيقة كل واحد بياخد الديسك بتاعه وبيتزحزح بيه شوية، وفجأة بيسمعوا صوت طلقات وبيكتشفوا إن المعلم زيمت خلص على الطلبة اللي مش هينفعوا يدخلوا المخبأ، وبيقول من تاني إن ده أرحم لهم من عذاب الإشاعات. وبيحس بقية الطلبة بالصدمة لدرجة إن بيترا بتقول لحبيب القلب جيمس بصوت واطي إنها مش طايقة زيمت ومش عايزاه معاهم في المخبأ. أما جيمس فبيطلب من بقية الطلبة يجمعوا معاه شوية نباتات علشان يستخدموها بعد كده جوه المخبأ، وبيتفرق الطلاب علشان ينفذوا كلام جيمس،
واللي بيروح لكل واحد في السر علشان يقول لهم خطته السرية، واللي بتطلع إنهم يدخلوا المخبأ بسرعة ويقفلوا على نفسهم قبل ما الأستاذ زيمت يدخل معاهم. بعدها بيتفرجوا على المكان من جوه، بيلاقوا فيه جنينة بس صناعية وسراير حلوة وجيم وكتب وحاجات تانية كتير يمكن تكون مش موجودة في بيوت الناس أصلا، وده علشان تمنع عنهم الإحساس بالاكتئاب طوال فترة الاختبار. وبيجي الليل وكل واحد بينام على سريره إلا عم جيمس الصايع اللي بيروح يقضيها شوية مع حبيبته بترا. ولما بينام بتروح بترا تبص على الأستاذ زيمت، واللي واضح إنه بدأ يتحرق واحدة واحدة بسبب الإشاعات. لكن المفاجأة إنه بيكون شايل في إيده ورقة بيقول فيها إنه الوحيد اللي معاه الكود اللي ممكن يخرجهم. وهنا بترا بتجري على بقية الطلبة تعرفهم، وكلهم بيحتاروا لأنهم مش واثقين إذا كان زيمت صادق ولا بيحور. وفي الآخر بيقرروا يتجاهلوا الموضوع ده، وبيبدأ كل واحد فيهم يعيش حياته بشكل طبيعي. طبعا القعدة تحت الأرض كانت مملة جدا، وكل يوم بترا بتروح تبص على عم زيمت اللي تقريبا تحلل تماما لدرجة إن في كلب أكل الباقي من جسمه. وبتعدي السنة اللي المفروض يقعدوا فيها تحت في المخبأ، والكل بيستعد علشان يخرج بقى أخيرا. لكن المفاجأة إن زيمت ما كانش بيحور لما قال لهم إن في كود للخروج، وهو الوحيد اللي معاه الكود. وبيحاول الطلبة يكسروا الأبواب ويخرجوا بكل الطرق، لكن على رأي عم سعد زغلول مفيش فايدة، والأزمة إن الحاجة اللي معاهم بدأت تخلص. وده معناه إن الحل الوحيد إنهم يخلصوا من حياتهم بنفسهم علشان يموتوا بطريقة أفضل من الموت بالإشاعات. وبيرجع الطلاب للحياة الواقعية، وبيقول لهم زيمت إنهم طبعا فشلوا في التمرين ده، وبيفاجئهم بإن وظيفته اللي كان مخبيها هي إنه هو اللي بنى المخبأ ده، علشان كده فعلا كان معاه كود الخروج منه. وبيتغاظ قوي الطلاب وبيقرروا يجربوا حظهم تاني، لكن المرة دي بيكونوا في مكان مختلف حبتين. ومن أولها كده زيمت بيحضر السلاح بتاعه، والمرة دي بيكتشفوا إن كروت الوظيفة فيها كمان الصفات، زي مثلا إن جيمس طالع بيحب الولاد، ما علينا. لكن رغم كده في شوية قليلين اختاروه علشان يدخل المخبأ، وده علشان بيفهم في الزراعة، عكس جورجينا الجراحة اللي المرة دي اتقلشت لأنها بعيدة عن السامعين، طلع عندها فيروس إيبولا. أما بلام المستثمرة فالمرة دي اتاخدت لأنها طالعة غنية آخر حاجة. وهكذا كل اللي عنده ميزة بيتاخد حتى لو وظيفته تعبانة، وكل اللي وظيفته مهمة لكن عنده مشكلة خطيرة بيتقلش. لكن اللي يضحك إن أول ما توبي الشاعر جه يتكلم عن صفاته، زمت للمرة التانية بيخلص عليه، وبيقول لهم إنه هيدخل مكانه كده كده علشان هو اللي معاه كود الخروج. وهوب بيحدف زمت مفتاح عربية مركونة لجورجينا، والكل بيجري علشان يلحق مكان، واللي مش بيلحق بيجري على رجله ناحية المخبأ. وللأسف العربية بتتضرب بالنار وبيموت اللي جواها، والباقيين بيكملوا جري على أمل يوصلوا للمخبأ. ولما بيوصلوا بيعيدوا تاني فترة البقاء المملة. وبالليل بتقوم بترا من النوم تدور على حبيب القلب جيمس، وهي ناسية المرة دي إنه قايم بدور واحد يعني، وشكله لقى واحد زي حالاته كده في المخبأ. فعلى طول بتجري لبقية الجروب علشان تفضح الواد. بعدها بيتكلموا في الجد، وهو إن كل واحد هيحتاج يختار واحدة يتجوزها علشان يخلفوا والحياة تستمر، بدل ما نهايتهم تكون شبه المرة اللي فاتت. وبتختار بترا مستر زيمت علشان تغيظ جيمس الشاب اللي كده اهو. وبتبدأ الانفجارات تولع في العالم بره، وكمان بيبدأ الحب والدلع يولع في اللي جوه. لكن رغم كده مفيش ولا واحدة بتحمل رغم مرور فترة مش قليلة. علشان كده زيمت بيقرر يحصل تغييرات في الزوجات، وبيسمح لكل واحدة يبقى ليها كذا زوج والعياذ بالله. طبعا في شوية بيرفضوا لأن كده الموضوع مبقاش فلسفي أخلاقي خالص يعني. وساعتها زيمت بيجيب مسدسه وبيهددهم، وهوب جاك بينط على زيمت علشان ياخد منه السلاح. ورغم ان المسدس بيقع في ايد بوني، الا ان زيمت بيفضل مكمل خناق مع جاك لحد ما بيقطع نفسه، لكنه بيقاوم برضه لحد ما بيضرب زيمت بقلم جاف في ودنه. علشان كده زيمت بيتجنن وبيفتح المخبأ في الوقت الغلط، والنتيجة ان المكان بينفجر وكله بيودع الحياة بدري بدري. وده معناه ان الطلبة فشلوا في الاختبار تاني. واحد من الطلبة بيلاحظ ان ساعة توزيع الادوار قبل اللعبة زيمت ما عملش الكحة المعتادة، فبيجري يفتحوا صندوق الاسرار بسرعة علشان يفهموا. وساعتها بيكتشفوا ان زيمت الصايع ثبت صفات جيمس وبترا بالذات علشان تفضل هي مهندسة وتدخل المخبأ، ويفضل جيمس مزارع لكن بيخليه بيحب الولاد. وبيستغرب جيمس وبيسأل زيمت عن السبب اللي مخليه مش طايقه للدرجة دي. فبيبدأ زيمت يحكي له أسطورة عن راجل متكتف طول حياته في كهف، وكل شوية بيشوف خيالات وبيسمع أصوات، لحد ما بقدرة قادر بيفك قيوده وبيكتشف إن الخيالات والأصوات بتاعته أشخاص حقيقية مش تهيؤات زي ما هو كان فاكر. وبيبدأ يقنع زيمت الأخ جيمس إن الهدف من الموضوع فلسفي بحت ومش شخصي،
لكن جيمس مش بيكون مقتنع برضه، وبيقول لزيمت انه اختار له مهنة المزارع علشان مهمة، وبالتالي هو عايزه يشارك رغم انه مخليه بتاع ولاد، وده علشان يعذبه جوه الاختبار. وهنا بتتدخل الانسة بترا وبتقول ان الحل هو اعادة الاختبار للمرة الثالثة، والمرة دي جيمس هتكون وظيفته غير مهمة زي انه مثلا يبقى بياع ورد. وفعلا بيبدأ التمرين، والمرة دي بيكونوا على جزيرة وسط المية، وكالعادة أول حاجة زيمت بيعملها هي إنه بيجيب السلاح بتاعه، وساعتها بيسمع صوت كده لكنه مش بياخد في باله قوي. ولما بيخرج بيتفاجئ ببترا بتاخده بالحضن وبتقوله إنها عارفة إن الموضوع متعب بالنسبة له، وبعدها بيتجمع بالطلبة وبتطلب منهم يثقوا فيها، وبيدوها هي فرصة اختيار مين يدخل ومين لأ، لأن المرة دي عندها خطة هتنجحهم. وبتبدأ تختار بناء على أسباب نفسية بحتة، زي إنها تختار بتاعة الأوبرا اللي هتبسطهم بغناها، ومصممة الأزياء اللي هترفع معنوياتهم باللبس الحلو، وحاجات من النوع ده. وبرضه بتختار جيمس، وبعدها بيتجمعوا كلهم يفكروا سوا جوه المخبأ. وزيمت طبعا بياكل في نفسه بسبب الاختيارات دي، وبيقول لها إنها هتبوظ الدنيا بوظايف ملهاش أي قيمة، وبيتجنن وبيمسك السلاح بتاعه. لكن الصدمة الكبيرة إنه مش بيلاقيه، وهنا بيبان إن بترا طلعت خطفته من جيبه ساعة لما كانت بتحضنه من شوية، ورغم إنها بترجعه له بعد كده لكنه بيكون فاضي، وبتطلب منه ياخد الرصاص بس علشان يخلص على نفسه. كمان جيمس بيهدده بسلاح من العيار التقيل، وبيطلع هو اللي كان عامل صوت من شوية لما زيمت كان بيجيب السلاح، وبيحس زيمت بالإحباط فبيجرب معاهم آخر كارت، وبيقول لهم إن هو برضه الوحيد اللي معاه كود الخروج، فبيقولوا له العب غيرها، لأن واحدة منهم استخدمت ذاكرتها القوية وحفظت الكود من الدور اللي فات، وعلشان كده بيقرر زيمت ينسحب، وكفاية قلة قيمة أكتر من كده. وبتكمل اللعبة بشوية تغييرات، زي إن جيمس الحمد لله رجع راجل ماله هدومه كده، علشان كده بيطلب من بترا تكون معاه زي زمان، لكنها بترفض وبتقوله إنها هتجرب خطة بديلة، وهي إنها تاخد مركب لوحدها وتحاول تبعد عن منطقة الإشاعات. وهنا زميلهم شيبس بيقول لها إنه معاه مفاتيح المركب، وبتصدقوا البنت الغلبانة وبيطلع بيشتغلها وبيدخلها المخبأ وبيخرج هو. ما علينا، بيعيش الفريق فترة المخبأ بشكل مختلف المرة دي، لأن اختيارات بترا ما دمرتش حياتها ولا حاجة لا سمح الله، بالعكس خلت الوقت إيجابي ولطيف. وقتها بيعترف جيمس لبترا بحبه لكنها مش بترد عليه، وبقية الفريق بيغنوا وبيعزفوا مزيكا ولا كأنهم في ساقية الصاوي مش في مخبأ سري. وبتعدي السنة بتاعة الاختبار، وبيخرج الشباب من المخبأ وبيلاقوا مفيش أثر للإشاعات، لكن زيمت بيقول لهم إن الموضوع أصعب المرة دي لأنهم على جزيرة معزولة، ومفيش حد فيهم عنده وظيفة أو قدرة تخليهم يكملوا في الحياة الصعبة دي. لكن بترا بتحرق دمه أكتر وبتقول له إنهم حتى لو ماتوا بسرعة فعلى الأقل هيستمتعوا بحياتهم القصيرة دي. وفجأة صاروخ بينزل على الجزيرة وبيحاولوا يستفيدوا من وجوده في الهروب، لكن هنا بيكتشفوا إن زيمت موجود معاهم، وطلع إنه طول الفترة دي استخبى جوه كهف قريب منهم، وبالتالي ما حصلوش حاجة من الإشاعات. وبيمسك سلاحه علشان يخلص على جيمس اللي محدش عارف هو ليه قارش ملحته قوي كده، لكن في كل الأحوال بيترصصوا واحد ورا التاني قصاده علشان يحموه من زيمت، وبيقرروا يفجروا المكان وينهوا الاختبار بمزاجهم المرة دي. وطبعا زيمت ما كانش مبسوط خالص المرة دي، لكن شيبس بيحكي لهم اللي حصل معاه، وهو انه راح لجزيرة بعيدة لما هرب منهم، وهناك لقى شوية بنات عنب وعاش معاهم حياته وربنا يسهله بقى. وبينتهي الدرس أخيرا، ورغم إن الكل بيمشي لكن بترا بتفضل علشان تتهم زيمت إنه عمل الاختبار ده أصلا علشان يقرف جيمس في حياته. وبيبان إن زيمت وبترا كان بينهم علاقة قديمة، وإنه حاليا متغاظ إن جيمس بقى البوي فريند بتاعها، وبترا بتطلب منه يكبر مخه وينسى، وبتقوله إنها حاليا بتحب جيمس ومش المفروض يعاقبه على حاجة مالوش ذنب فيها. وفي نهاية الكلام بتبوسه بوسة رقيقة وبتودعه، وهو بيدخل الفصل بتاعه يقعد مع نفسه، وبيقعد يفكر في حاجات كتير ممكن يعملها، زي انه ياكل ويشرب او انه يطلع المسدس بتاعه من المكتب. وهنا بنسمع صوت ضرب نار، واضح انه خد اسوأ قرار في حياته، وبينتهي الفيلم على كده.